النهارده مع احمد عايزين نتكلم في كل ما هو جديد، وعايز اقول لكم ان في معلومات هتتقال من احمد اتحدى مهندسين كتير وغير مهندسين، بس عشان بقوا طالعين كتير اول يومين دول يكونوا عارفينها يعني. طيب احمد، في ميزه ان الشغل اللي احنا هنشوفه مع بعض ما بيبصش للتكلفه خالص نهائي. يعني من الناس اللي فعلا هتبقى بتطلع لك ديكور حلو ومميز ومختلف، وفي نفس الوقت بولا حاجه كفلوس يعني. عندنا هنا خلينا كده نتكلم عن الحته الجميله دي. ناس كتير شافته وقالت عليه ان هو ورق حائط، هو مش ورق حائط اصلا. بالظبط. ده يعتبر ان هو حاجه اسمها اولد ستون، معجون بستنسل بيتعمل على الارضيه اللي انت عايزها، سواء ذهبي او سيلفر او ايا كان اي لون. ده بيوتك انا معمول على شكل بديل الخشب بالطريقه ديت. نفس الفكره دي تقدر تطبقها بقى، تقدر تعمل منه جنب كامل، تقدر تعمل منه حاجات كتيره بالتوظيف ده. هوريك برضو كذا وظيفه للاولد ستون عن طريق الحاجه الثانيه. كارتيله الالوان اتعملت بشكل مختلف عشان العميل يقدر يشوف العينه، بدل ما يشوف الكارتيلا الصغيره يشوف على حاجه كبيره، وخصوصا كمان ان هي عليها اسم الخامه، وفي نفس الوقت اقدر اخد لك تجربه عليها، ادهن لك بقى اوقع لك شيء عليها واغسلها غير الخامه بتاعت الكارتيلا بالظبط. حلو. من ضمن الحاجات اللي احمد دايما بيعملها انه لما بيجي يشتغل في اي حاجه جديده، يعني شوف الدهانات ده بند ده لون، يعني ان هو بيتست كل حاجه. يعني احنا بعد شويه هوريكم بدائل HDF وحاجات كده غريبه يعني هو بيتستها، بيجيب كرسي ولا بيقعد يشد عليه وبتاع، قعدنا نجرب ما شاء الله عليه يعني. بص هنا بقى فكره البديل، يعني موضوع بديل الرخام عملناه اكيد طبعا مشهور كتير، بس طبعا في كتير ما بتقدرش تنفذه بنفس الكواليتي ده. ده مش بديل الرخام، ده معجون ستوكا، تكلفه الكيلو 80 جنيه. يعني العمود ده تكلفته كده 80 جنيه غير الصنعه. 80 جنيه ما شاء الله. يعني العمود اللي انت شايفه قدامك ده واخد كيلو ستوكا. حلو قوي، يعني بيس اوف ارت زي ما بنقول يا ما شاء الله. هنا فكره البنوهات، يعني حتى عميل عاوز يشوف بنوهات بالطريقه ديت او ايا كان. تقسم فكره البنوهات ان انت تقسم لون ولون تاني، دي مختلفه شويه عن التقليد اللي احنا بنعيشه. ده حقيقي. وده ان شاء الله الفتره الجايه هيكون اصلا منتشر جدا، فكره البنوهات ان انت تقسمها بمنين. انا عارف ان طبعا انت عملتها لا والله طبعا جميله ما شاء الله ومميزه يعني. وانت عندك خروج عن التقليد يا جماعه، اكتر حاجه تميز المكان هنا. يعني. الشغل الكلاسيك لو حد بيشوف الشغل الكلاسيك ده GRB بيركب على فيوتك. بدل ما تعمل GRB للديزاين او البانو كامل، لا ده يوفر عليك. ازاي؟ مثلا تكلفتها 80 جنيه هتركبها مع فيوتك، يعني البانو كله طابلوه، بدل ما تلاقي حد يقول لك ب 1500 جنيه، لا ده هيبقى اقل بكتير. اكيد طبعا. اللي انت بتقوله ده اقل بكتير جدا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا الحاجات دي يعني انا يعني دايما في ناس كتير بتحب ان هي تعمل ديكور بس التكلفه قليله. انا حتى عن نفسي انا مش هقول لك ان انا بعمله في شغلي، بس هي الفكره كلها ان انت تطلع حاجه كويسه. دي اسمها كافيار، بتتعامل مع ستانلس، لها كذا ديزاين ولها كذا لون ولها كذا طريقه ان انت تقدر تطلعها بيها. بس انا ما عنديش امكانيات كافيه في المكان ان انا اقدر اعمل كل الاشكال اللي منها. اكيد طبعا. القطيفه احنا كده كلنا عارفينها، الاولد ستون ده معجون بارز بيتعمل بيه برضه تشكيله زي ما انت عايز. ده بقى مش خشب. تخيلوا يا جماعه، انا اول ما دخلت فكرته خشب، يعني اي حد هيشوفه هيقول خشب. ده جبسون بورد، دي مفاجاه. دي شرايح جبسون بورد. جبسون بورد. بواقي عندك للجبسون بورد، لو انت عندك بواقي للشقه هتقدر تعمل بيها الشكل ده، لو انت عايز تعمل شكل زي كده، او تقدر تعمل بيها بديل خشب. والتكلفه كل الموضوع ان هو الارضيه بتاعته لطيفه على جليز. ما شاء مش الله. اكتر من كده. يعني في السقف ده برضه لطيفه، يعني في الصوره ده لطيفه، مش جليز ولا اي شيء، ده لطيفه مع خشبات الذهب. طبعا كل شاب بديل الرخام اكيد، يعني اكيد طبعا احنا عارفين بديل الرخام اللي هي الالواح اللي احنا بنجيبها. منه فيه كتان. كتان. انت تشوف اصلا تحس ان هو كتان، ده حقيقي. لكن هو دهان اصلا. يعني الفكره اللي انا بديها لك ببلاش، يعني انت تعمل حاجه ديكور ببلاش. ده عشان تعمله تقدر تعمله خشب، تقدر تعمله جبسون بورد. ده انا عامله جبسون بورد عشان يوفر يا جماعه يعني ما شاء الله. طبعا هو اللون انا بالنسبه لي، في ناس كتير عاجباها اللون، لكن انا بالنسبه لي ليه الوان كتير. ممكن اعمله خشب، اخليه كله شكل خشابي من اليمين، او في النص اخده شكل خشب. لكن هي الفكره بتاعته كتكلفه بسيطه مش اكتر. بص، هو دايما بيفكر ازاي يطلع حاجه مختلفه وتناسب اذواق كتير. يعني الناس اللي عايزه كلاسيك هيلاقي، الناس اللي عايزه مودرن هيلاقي، اللي عايز حاجه مختلفه هيلاقي. ده برضو معجون اسمها اولد ستون، اسمها كونكريت افكت. ده بيديك شكل الحجر، كانك انت عامل حجر بالظبط. لو انت عايز تعمل حجر كانك عامل حجر بالظبط. ما شاء الله. ده بقى اسمه جنب الجرار.
ده بقى في نفسه ما يقدرش يعمله. ده البند اللي عندي، الجزء ده عندي اسمه بند التجارب، ببدا اجرب عليه حاجه انا عايزها جديده. طبعا اللي انت شايفه قدامك ده فوم من بتاع الابواب لسه هيتكمل، وبعد كده يتطرطش باسمنت. بديكم المعلومات انا مش ببخل عليكم في حاجه. يتطرطش باسمنت وبعد كده ياخد الوش بتاعه بالكمبرسور، هيديك شكل الحجر بالظبط. فده اللي مستني يشوف برضه في النهايه. هرفعه من حتى لو ما عجبنيش برضه هرفعه. لا بجد، بص هو عامل حيطه عنده في المعرض بيجرب فيها كل حاجه، يعني يجرب وبعد كده يشيلها ويجرب غيرها وهكذا. ودي اكتر حاجه بتميز احمد بجد، ان هو يعني احنا كنا بنتكلم على بديل الحجر، بقول له ده انا ما بحبوش خالص، الفواصل باينه واللوح مش رخيص. الميزه دي بقى مش هتديك فواصل اصلا بالظبط. مجرد ان انت بتحط حاجه عشان اعلي. انا ممكن عندي فكره ثانيه ان انا اقدر اعمله، ممكن اعلي في الاسمنت، اطرطش اسمنت تقيل واعلي فيه، بس انا بجرب حاجه الاول تكلفتها مش هتاخد كتير. صح. علبه تكون ب 100 جنيه، لو انا جبت كمان واحده ب 200 جنيه شويه اسمنت وخلص الموضوع. تقدر تعملها بنفسك عادي يعني، اتعلم. هنعمل فيديو لما النتيجه لما يخلص ان شاء الله، نعمل فيديو اوريكم ازاي بتكلفه بسيطه فعلا قدر يبتكر ويجرب. بص يا جماعه ده هيكون ترند مصر ان شاء الله. مفاجاه بس الصراحه. ده بديل الباركيه. بيتلزق في الارض زي ما انت شايف كده. بص بقى، هات كرسي، هات ايا كان، اهرس بيه براحتك، ولا بيتاثر ولا اي حاجه. خصوصا انت عارف ان انا ده كويس. انا عملت له تجربه في ارضيه الحمام لحد النهارده بقى لها شهر ونص. ده حقيقي. تجربه ناجحه. ده حقيقي. دخلنا الحمام نعمل حاجه قبل ما اجربها، لازم اجرب الحاجه قبل ما انا اعملها. فده زي ما انت شايف اهو، ولا بعلم ولا اي حاجه من دي خالص. طبعا انتوا شايفينه ده اختصارا. انا مسكت البتاع دوت، قعدت اكحت فيه واجيب كرسي واتشقلب عليه، وجبنا ميه وغسلناه، وهو يعني ما شاء الله عليه كويس ده جدا. برضه من ضمن الحاجات اللي في ناس بتحب الحاجات اللي هي اللي هي كلاسيك شويه او نيو كلاسيك، على حسب ما كل واحد بيسميها ايه. ده برضه تكلفته ببلاش، يعني كل الموضوع جالون ب 250 جنيه، اعمل لك جنب زي ما انت شايفه كده. مفيش اكتر من كده. مفيش اقل من كده خالص الصراحه. اللي فوق ده طبعا ده مش بتاع الغلابه. ده شغل كلاسيك. ايوه. برضه عينات الناس اللي بتحب اللي هي ذوقها كلاسيك والكلام ده كله، ده كلاسيك. طبعا ده هو عنده كل حيطه وكل مكان ليه يعني فاهم عرض كده خاص بيه عشان تشوف الحاجه بعينك، يعني ما تبقاش بس صور من على النت، او ان انت تشوف حته عينه وبعد كده تتصدم لما تيجي تجربها. يعني هو ما شاء الله عامل سيت كامله، يعني بص عاملين هنا البديل، عامل المكتبه بتاعته، مش عارف شويه زلط تحت، ما شاء الله يعني عامل تصميم في كل حيطه. هو ده عشان خاطر ان انا مثلا بديله الرخام في ده ديزاين، اقدر اوريك بقى الباقي على الموبايل، بس بوريكم على الطبيعه الاول. الطبيعه يعني يلا حاجه مش مشكله عندي يكون على الارض، بس المهم ان انت تشوفه وهو راكب شكله عامل ازاي. بعد كده انت تقدر تشوف العينات على الارض، لان الحاجه دايما لما بتكون على الموبايل غير لما بتكون في الحقيقه. صح. لما بتكون راكبه على الطبيعه تقدر تشوف شكلها بالشكل الكويس. ده حقيقي. ده طبعا الجنب ده هو تحس ان هو 3 دي، بس هو ده ببلاش. الحته دي جميله الصراحه. شوية الجراوند عاملها في مكتبه هو. دول شويه خشب على لوحين جبسون، برضه هو واخدين لوحين بالظبط. الجزء ده لوح، والجزئين اللي فوق دول 60 سم لوح تاني، لوحين 2 جبسون برضه. عمل لك ديكور عبقري الصراحه الدولي يا جماعه. وعامل سيت هنا تانية برضو، يعني هو بيحاول فعلا ان المعرض كل حته فيه بمدرسه مختلفه، باتجاه مختلف، بستايل وايه بقى. يعني اجي مثلا اقول له ايه ده وول بيبر، يقول لي لا ده كذا كذا، لان الوول بيبر تكلفته اكس، فانا اعملها بتلت الاكس، عشر الاكس ده. فهو ما شاء الله عليه الصراحه عبقري. انا مبسوط جدا بجد والله، انا مبسوط جدا جدا ان انا جيت لك المعرض. انا عارف ان هي زي متاخره بس بجد بجد والله. مبدئيا يا جماعه انا يعني مش بعمل اعلان، انا بقول للناس انا كاسلام في الحاجات الديكوريه المميزه بلجا لاحمد. ربنا يبارك لك. بكلمه بقول له يا احمد عايزين نعمل الحيطه ديت بالتصميم دوت، فيقول لي يلا بينا نعملها كده بالتكلفه عشان اوفر للكلاينت. بلاقي احسن واحد بيحقق معايا موضوع التكلفه والحاجات دي بجد والله. يعني دايما من نجاح لنجاح يا احمد. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه كمان ان شاء الله. يعني انا نفسي انا بقول لك يا احمد، انا نفسي اكون معاك على طول. مش حبيبي يا احمد والله العظيم. يعني اي حاجه انت اي حد محتاجها من عندك او اي حاجه كمان هنا، انا تحت امرك حبيبي يا احمد بجد ربنا والله. يخليك. اي حد محتاج خامات دهانات، بالنسبه لخامات الدهانات مش هنقدر نتكلم فيها. ايوه عشان دي لازم تجربه تمر بيها. ان شاء الله نجربها مع بعض. هنجرب مع بعض كل حاجه، هنجرب مع بعض الجديد دوت، ونجرب مع بعض برضو موضوع الدهانات. الناس براندات يعني دهانات معروفه هنجيبها مع البراند اللي مع احمد،
وان شاء الله هنتست ونجرب كل حاجه، وفرق السعر كبير جدا طبعا. ان شاء الله. بشكرك جدا يا احمد، حبيبي وبجد يا استمتعت جدا باليوم معاك حقيقي كان والله. سعيد والله النهارده ان انا شفتك. ربنا يخليك يا احمد. وطبعا لو حد حب بقى، انا احط اللوكيشن واحط رقم التليفون لاحمد، لو حد حب يتواصل معاه ويجي المعرض على طول هينبسط جدا يعني. حبيبي يا هندسة.